معايا ايفون 14 15 16، اشتري 17 ولا لا؟ بص، هو ايفون 17 نازل بمزايا كويسه جدا، يعني في معالج قوي الاي 19، بطاريه احسن من الاصدارات اللي قبل كده، نظام لمعالجه الحراره قوي وكويس جدا، المفروض ان احنا مش هنقابل المشاكل بتاعه حراره الايفون اللي كانت بتحصل قبل كده. لكن وجهه نظري الشخصيه ان اي حد معاه من اول ايفون 14 والجهاز ما فيهوش اي مشكله، فما فيش اي داعي حاليا للتحديث. انما من اول ايفون 13 او اقل ممكن يحدث، انه هيحس بفرق كبير جدا في التليفون. سؤال تاني مهم، طيب هل نروح للايفون 17 العادي ولا الاير ولا البرو؟ انا شايف من وجهة نظري ان افضل نسخة هتكون مناسبة للغالبية العظمى من المستخدمين هي الايفون 17، لو انت بتحب الشاشة الصغيرة اللي هي حجمها 6.3 بوصة. انما لو انت بتحب الشاشات الكبيرة، ففي الحالة دي هتروح للايفون 17 برو ماكس، لان شاشته 6.9 بوصة. واخيرا هطلب منك حاجه مهمه جدا. انا الحمد لله تم ترشيحي لجائزه اسمها ديجيتال كرييتر اوورد، والجائزه دي مهمه جدا بيختاروا فيها الفايزين على اساس التصويت. فانا عايزك دلوقتي تدخل عندي على البايو وتدوس على اللينك اللي موجوده هناك، هيوديك على المكان بتاع التصويت. هتحط علامه صح في المكان ده، وبعدين تدوس على الزرار ده، وبكده يبقى انت صوتت لي.